يرضي عليك. اخر مستجدات السيد الرئيس، مشاورات وموقفكم من بلاغ واللقاء اللي كان عندكم البارح مع السي بن عبد الله. باقي كتهضر على الارقام ما حشمتيش. لا دابا انا غنقول لكم واحد المساله. انا جا عندي السي اخنوش ياك، وتكلمت انا وياه واقترحت عليه باش يرد عليا الجواب. قال لي في يومين غنرد عليك الجواب. هادشي كان نهار الاربع، انتظرت يجي الخميس ما جاش. قلت ماشي مشكل، يومين تقدر تكون كتبدا الاربع كتسالي حتى الجمعه. انتظرت يجي الجمعه ما جاش. اليوم حنا السبت باقي ما جاش. انا ما تنتعاملش مع البيانات، انا كننتظر يجيب لي الجواب. واللقاء ديال السي بن عبد الله معك البارح؟ بن عبد الله تنطلقوا انا وياه باستمرار وتنتشاوروا. وكاين الناس ما تيحشموش، تيقولوا بلي انا هو المسؤول على عدم التكوين ديال الحكومه. كاين شي واحد تيبغي يكون حكومه وما تيشتغل باش يعرقلها؟ هل لهذه الدرجه وصل الكذب على الناس؟ ولكن الديمقراطيه هي هذه، الديمقراطيه هي هذه، لانه هذه مشاورات مستمره. ولكن فقط لتنويركم ولتنوير الرأي العام، غير باش كل واحد يعرف شنو هي الحدود ديال الكلام. انتبهوا مزيان لهذا المثال اللي غنضرب لكم. واحد النهار واحد السيد حكى لي واحد القصه، واحد مستملحه لطيفه. قال لك شي واحد في دكاله قال لك جايب واحد الجمل هو يتلقاه واحد، قال لي مال هذا الجمل؟ قال لي باغي نبيعو. قال لي بركو. هذه الطريقه باش كيعرفوا الجمل، بركو. قال لي وقفوا بركو وقفوا. قال لي شحال غنطلبوا فيه؟ قال لي شحال غنطلبوا فيه؟ شداك اخويا تطلب فيه. ولكن الاخر الا انتبه غادي يعرف يوقف الموضوع. الا ما انتبهش ودخل في النقاش مشى. انا السي عز خنوش ما تنطلبش منه يجاوبني شكون اللي بغى يدخل شكون اللي بغى يخرج، شوفني واش هو باغي يدخل ولا لا. لا كان شي حزب عنده شي مشكل معايا بغى يجي عندي انا. وحنا واش السي عز خنوش ما تنعرفوش؟ راجل طيب ولد الناس، تعاملنا معاه 5 سنين في كامل الانسجام في الحكومه. مره واحده اللي وقع بيناتنا سوء تفاهم، لان المهم بالنسبه لنا هو الدوله تكون قويه والمواطن يكون مرتاح. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.